من أغرب ما صورته كاميرات المراقبة إن حرامي يفتح الإزاز السكريت. ده كان حرامي متخصص في فتح بيبان السكريت بتاعة المحلات، واستعان بمقشة مكنسة فقط لا غير. حط مكنسة، قعد يزق بإيد ويشد بالإيد التانية في السكريت، وما تفهمش إزاي الباب فتح معاه. تيجي إزاي؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. بمساحة، ايد مساحة، ودخل المحل ده. ظاهر انها شركة، وده الكاونتر بتاع الاستقبال، ودخل يسرق. الله اعلم بقى هيسرق فلوس، موبايلات موجودة، خزنة فيها اوراق مستندات، هيسرق اللي يجي في سكته. زي ما احنا شايفين بيبص كده ومش متخيل. هنا احيانا الحرامي ما بياخدش باله من موضوع كاميرات المراقبة دي، قاعد يبص يمين وشمال وبيدور على اي حاجة يسرقها. الغريب هنا انه فتح السكريت ازاي. هنا كانت المشكلة، ازاي تستعين بمقشة ولا بعصاية مساحة وتفتح الباب السكريت. بيمد ايده. ده كمبيوترات ودي حاجات. ده كاونتر استقبال يا جماعة اللي الموظفين بيقعدوا عليه. ودي طبعا يعني ادراج مستندات، وهنا في مروحة، وقاعد بدور على اي حاجة يسرقها. كان هاردات بقى بتاعت يعني سجلات وحاجات، اخد حاجات معاه زي ما يكون مستندات او هاردات عليها حاجات فايلات مثلا مهمة، وطلع بيها مرة واحدة. لكن الغريب هنا دي ان ده حرامي اللي يعني عاملين مكافأة 1000 جنيه 2000 جنيه للي يقبض على الحرامي ده. مكافأة اللي يقبض على الحرامي ده. غريب جدا يا جماعة الحرامي لما يعني يشغل دماغه. الحرامي ده كان قد يكون مقسوم له رزق، لكن هو استعجل عليه، استعجل على رزقه، أخده بطريقة غير شرعية، إنه يسرق بقى كده. وفي الغالب بيتم التعرف عليه وبيخش السجن وبيبقى عبرة للناس كلها. لكن في فترة من الزمن كان الشباب أو الحرامي ما بياخدش باله من موضوع كاميرات المراقبة دي. في حرامية مش متابعين السوشيال ميديا بالمرة، يعني بيخش يسرق وتكاد تكون الكاميرا قدامه، لكن مش واخد باله، عامي عنها تمام. هو معمي عن كاميرا المراقبة، او مش واخد باله ان دي كاميرا مراقبة. فالحرامي فترة من الزمن كانت الحرامية ما بتاخدش بالها من موضوع كاميرا المراقبة ده. كان ممكن الواقعة تحصل، يعني مثلا في 2016 لحد 2020 كان ممكن الحوادث تحصل قدام كاميرات المراقبة عادي جدا، واللي قدامك ده بيسرق ومش واخد باله ان في كاميرا مراقبة نهائي. مفيش كلام، ما بيفكرش، مش ما بصش حواليه، بص انها كاميرا مراقبة. مع ان انت لو بصيت لكاميرا المراقبة كده انت هتتأكد، حتى لو كنت اول مرة تشوف كاميرا مراقبة دي، انت هتتأكد مليون في المية ان ده هي عين وشايفاك بسلك بقى، مش بسلك، انت شايف ان ده نن عين وقاعد باصص لك كده، فهتفهم ان دي كاميرا. من اغرب المواقف اللي احنا شفناها برضو ان واحد دخل يسرق وبص لقى كاميرا مراقبة مصوراه، وحط الفلوس مرة تانية وعمل انه يعني في الدول الأوروبية شرطي داخل على مكان واحدة مسنة، فبص لقى فلوس قدامه، سرق الفلوس دي وخلاص حطها في جيبه. بص يمين وشمال وبص قدامه، اتفاجئ ان في كاميرا مراقبة. قام جاي مطلع الفلوس من جيبه وحطيتها تاني وبص للكاميرا، السلام عليكم. هنا الكاميرا لها دور انها يا ترجع لك حقك، يا اما تبقى دليل معاك ان انت تتبع الراجل ده وتحاول تشوف يعني الواقعة حصلت ازاي، وتفاصيل الراجل بشكله، بالشاب اللي سرقك، بملامحه عاملة ازاي، يعني بتديك دليل، طرف خيط وتمشي وراه. ملابسه من لبسه بقى بتعرف ده كان شكله ايه، ممكن ناس تتعرف عليه ويرجع لك حقك. ويعني ان هنا الغريب في الفيديو ده ان ازاي تم فتح باب السكريت من خلال يعني ايد مقشة او ايد مكنسة او ايد مساحة.
شد ايد وعمل ايد، ده يا جماعه تخصص في سرقه الاماكن اللي زي دي الشركات. ولذلك انا بقول للناس ان هم اصحاب الشركات اللي زي دي ما تطمنش قوي لموضوع السيكوريت ده، حاول تقفل كويس. يعني لو في مثلا طريقه امن من ان مفتاح السيكوريت ده بس، يعني كان ممكن الناس ده لو في باب جر حديد يكون افضل طبعا من السيكوريت، لان زي ما احنا شفنا حاجه زي دي تخلي ان ما تامنش 100% لابواب السيكوريت بتاعت الازاز دي. جايز لها حيله، والشاب ده هو الوحيد اللي عارفها ان هو بيفتح باب السيكوريت ده ازاي. في نهايه حلقتنا بشكركم، واستنوني في حلقه جديده على قناه حياتنا اليوم. الى اللقاء.